بسم الله الرحمن الرحيم. تخيل المشهد ده، اليوم طويل، مشوارك كان مليان، وانت راجع البيت بعد ما خلصت كل حاجة بطنك بتصرخ من الجوع والمعدة بتعزف سيمفونية أنا عايز آكل حالا. فجأة تلاقي نفسك بتبص للناس اللي حواليك بعين مختلفة، اللي بيتكلم بصوت عالي بقى عدوك اللدود، واللي بيضحك أو بيعمل أي حركة بسيطة بيحسسك إنك عايز تتخانق معاه. لو حد سألك سؤال بسيط زي هناكل ايه، ممكن تجاوب بكلمة واحدة ونبرة حادة مش عارف. ليه الجوع بيحولك من إنسان هادي لطيف لشخص عصبي متوتر مش قادر يتحكم في نفسه؟ في الفيديو ده خلينا نفهم ونكتشف مع بعض السر ورا السؤال ده: ليه بنكون عصبيين لما بنكون جعانين؟ كلنا مرينا بلحظة زي دي، يمكن تكون لاحظتها في نفسك أو حد قريب منك. تخيل مرة لما كنت جعان ومتضايق وفجأة تلاقي نفسك بترد على أمك أو أخوك بنرفزة من غير ما تقصد، أو يمكن صاحبك اللي كان بيهزر معاك في الشغل وفجأة لقيته بيقولك مالك يا عم انت مش طبيعي النهاردة. الجوع مش مجرد إحساس في المعدة، ده زي قنبلة موقوتة بتأثر على كل حاجة: مزاجك، تركيزك، وحتى طريقة كلامك مع الناس. بس السؤال: ايه اللي بيحصل جواك لما بتكون جعان؟ ايه اللي بيخلي الجوع يتحكم فيك كده؟ يلا ندخل في التفاصيل العلمية شوية. لما بتكون جعان أول حاجة بتحصل إن مستوى السكر في دمك أو الجلوكوز بيبدأ يقل. الجلوكوز ده زي البنزين بالنسبة لعربيتك، من غيره الجسم مش هيقدر يتحرك، والمخ بالذات اللي هو المحرك الرئيسي لكل حاجة بنعملها بيعتمد عليه بشكل كبير. المخ بيستهلك حوالي 20% من طاقة الجسم، رغم انه مجرد 2% من وزنك. يعني لو وزنك 70 كيلو، المخ بتاعك اللي وزنه حوالي كيلو ونص بياخد خمس الطاقة اللي جسمك بيحتاجها كل يوم. لما الجلوكوز بيقل المخ بيبدأ يحس انه في أزمة، زي مدير شركة لقى الميزانية خلصت فجأة بيبدأ يصرخ ويطلع قرارات عشوائية. هنا المخ بيبعت إشارات للجسم: الحقوني أنا محتاج أكل حالا. الإشارات دي بتترجم لإحساس بالتعب، زي ما تكون عايز تنام وانت قاعد، أو نقص في التركيز. يعني لو بتحل مسألة رياضيات هتحس إنك مش فاهم حاجة. والأسوأ بتبدأ تحس إنك عصبي من غير سبب واضح. المخ بيحس إنه في خطر، وده بيخليه يحطك في حالة طوارئ نفسية. لكن القصة مش بتقف عند السكر وبس. لما بطنك بتبقى فاضية جسمك بيدخل في وضع النجاة. هنا بيبدأ يطلع الهرمونات اللي بتحاول تساعدك تواجه الموقف ده. أولهم الكورتيزول اللي بنسميه هرمون التوتر. الكورتيزول دوت زي الجنرال في الجيش، بيصحصح جسمك كله ويقول له كلنا في حالة حرب لازم نلاقي أكل. بيزود ضربات قلبك، بيخليك تحس انك متوتر، بيحفزك تبدأ تدور على اي حاجة تاكلها حتى لو كانت كيس شيبسي قديم في درج المكتب. معاد يجي الادرينالين اللي هو بطل الاكشن في القصة. الادرينالين بيخليك تحس انك صاحي ويقظ، بس في نفس الوقت بيزود العصبية. يعني ممكن تلاقي نفسك بتتحرك بسرعة، بتفتح التلاجة وتقفلها 10 مرات وانت بتتخانق مع نفسك جواك انا عايز اكل دلوقتي. الهرمونات دي بتحاول تساعدك، بس في نفس الوقت بتخليك زي القنبلة الموقوتة، اي كلمة من حد ممكن تخليك تنفجر. نيجي بقى للجزء الاعمق في المخ، النواقل العصبية. دول زي الرسائل اللي بتتحكم في مشاعرك وسلوكك. لما بتكون جعان مستوى السيروتونين اللي بنسميه هرمون السعادة بيبدأ يقل. السيروتونين زي الصديق اللي بيهديك لما بتكون متضايق، بيخليك تحس بالراحة والهدوء. لما بيروح من الصورة بتحس انك متضايق، ممكن تحس بالاكتئاب الخفيف او تبدأ تنفعل على اي حاجة. معاه بيجي الدوبامين. الدوبامين هو اللي مسؤول عن احساسك بالمتعة والمكافأة. لما بتكون جعان الدوبامين بيقل، وده بيخليك تحس ان مفيش حاجة ممتعة في الدنيا. يعني لو كنت بتحب تسمع اغنية معينة ممكن تحس انها مش فارقة معاك وانت جعان. النتيجة بتبقى عصبي، مش راضي عن اي حاجة، وممكن تتخانق مع اقرب الناس ليك من غير سبب. الجوع والتهور في القرارات. تخيل دلوقتي انك قاعد في اجتماع مهم في الشغل وانت جعان جدا، مديرك بيسألك رأيك في حاجة، وانت بدل ما تفكر وترد بهدوء تلاقي نفسك بتقول اي كلام من غير ما توزن كلامك. ليه؟ لان الجوع بيأثر على قدرتك على اتخاذ القرارات. دراسة من جامعة كامبريدج بتقول ان الاشخاص اللي بيكونوا جعانين بيبقوا اكثر عرضة للقرارات المتهورة والغير منطقية. ليه؟ لأن المخ بيركز على البقاء مش على التفكير العميق. بيحس إنه لازم يلاقي أكل الأول، فبيسيب أي حاجة تانية ويركز على الغريزة بتاعته. يعني لو أنت جعان وحد عرض عليك صفقة شغل ممكن توافق عليها من غير ما تحسبها كويس، أو ترفض من غير ما تعرف التفاصيل، بس علشان عايز تخلص وتروح تاكل. الجوع بيخليك زي الطفل الصغير اللي مش عارف يتحكم في نفسه، بياخد قرارات على أساس مزاجه مش عقله. مش بس كده، الجوع بيأثر على حالتك النفسية. تخيل انك قاعد مع اصحابك وواحد فيهم بيهزر معاك زي كل مرة، بس المرة دي بتحس ان هزاره تقيل وبترد عليه بنرفزة. ليه؟
لان الجوع بيخليك حساس زيادة. اي كلمة، اي نظرة، اي صوت عالي بيحسسك انك عايز تنفجر. دراسة من جامعة اوهايو بتقول ان الناس اللي بيجوعوا كتير بيبقوا اكتر عرضة للانفعال في المواقف الاجتماعية، لان الجوع بيقلل من قدرتك على التحكم في مشاعرك. يعني لو مراتك قالت لك انت لسه ما جهزتش العشاء وانت جعان، ممكن ترد بنرفزة يعني انا اللي هعمل كل حاجة، مع انك في يوم عادي كنت هتضحك وتقول خلاص هنجيب حاجة جاهزة. الجوع بيحولك لشخص تاني، بيخليك تاخد كل حاجة على اعصابك. الجوع كمان بيأثر على النوم. تخيل انك رجعت البيت متأخر وما اكلتش حاجة من الصبح، بتحاول تنام بس بطنك بتصرخ وجسمك بيحس بعدم راحة. التوتر بيزيد والنوم بيبقى زي الحلم البعيد. دراسة من جامعة هارفارد بتقول ان الجوع بيزود الأرق، والأرق بيزود العصبية في اليوم اللي بعده. يعني لو ما اكلتش كويس النهاردة، بكرة هتبقى عصبي اكتر، وكده تدخل في دايرة مغلقة من التوتر والجوع. نيجي بقى للعادات الغذائية. لو انت من الناس اللي بتعتمد على الوجبات السريعة زي البيتزا او السندوتشات المليانة دهون وسكر، يبقى انت في خطر اكبر. الوجبات دي بترفع السكر في دمك بسرعة، وبعد ساعة او 2 بيهبط فجأة. النتيجة بتحس بالتعب والعصبية تاني. لكن لو بتاكل اكل صحي زي خضار، فواكه او مكسرات، مستوى السكر بيبقى مستقر وبتحس براحة اكتر. يعني الاكل مش بيأثر على جسمك، ده بيأثر على نفسيتك كمان. طب نعمل ايه علشان نتحكم في العصبية دي؟ النصايح دي هتساعدك تبقى انت اللي بتسيطر على الجوع، مش هو اللي يقلب مزاجك. 1. ما تسيبش نفسك للجوع ابدا، كل وجبات صغيرة كل كام ساعة. 2. اختار اكل صحي مليان الياف وبروتين زي الخضار والمكسرات. 3. ابعد عن السكريات السريعة والوجبات المليانة دهون. 4. لو حسيت انك بتتعصب، خد نفس عميق واهدى قبل ما ترد. 5. اشرب مية كتير، احيانا العطش بيخليك تحس انك جعان. 6. خلي معاك سناكس خفيفة زي تفاحة او مكسرات في جيبك. 7. لو متضايق حاول تشتت نفسك، امشي بسرعة او كلم حد بتحبه. 8. رتب يومك وحدد مواعيد ثابتة للأكل عشان ما تتفاجئش بالجوع. 9. لو بتحس بالتوتر، جرب تمضغ لبانة لحد ما تلاقي حاجة تاكلها. 10. اتعلم تفرق بين الجوع الجسدي والنفسي وما تخليش المشاعر تقودك. الجوع مش مجرد معدة فاضية تصرخ أنا عايز آكل، ده زي اختبار يومي بيحطك قدام مراية نفسك. بيأثر على مزاجك، بيخليك تتخانق مع أصحابك أو أهلك من غير ما تقصد، بيسرق تركيزك في الشغل، ويمكن كمان يخليك تقلب الدنيا على قرار غلط وانت مش واعي. لكن الجميل انك لما بتفهم اللي بيحصل جوه جسمك وانت جعان، من مستوى السكر اللي بيهبط للهرمونات اللي بتطلع نار، بتبقى عارف ازاي تتحكم في الموقف. مش لازم تسيب الجوع يحولك لشخص تاني، انت اللي تقدر تخليه مجرد لحظة عابرة وتعديها بسلام. الاكل الصحي، النوم الكافي، والتحكم في انفعالاتك مش مجرد نصايح، دول زي السلاح السري اللي هيخليك تعيش حياة اهدى واسعد. تخيل نفسك دلوقتي قاعد في يوم عادي، بتاكل وجبتك الصغيرة في ميعادها، بتشرب كوباية مية منعشة، وبتضحك مع الناس اللي حواليك من غير ما تحس انك على وشك الانفجار. دي مش مجرد حياة مثالية، دي حياة ممكن توصل لها لو بدأت تاخد الجوع بجدية وتعامله زي صديق محتاج شوية اهتمام، مش عدو لازم تخلص منه. في النهاية الجوع جزء من طبيعتنا كبني آدمين، بس طريقة تعاملك معاه هي اللي بتحدد انت مين. هتسيبه يقلبك لواحد عصبي متوتر مش قادر يستحمل الدنيا، ولا هتاخد نفس عميق وتبتسم وتقول طب انا هروح اكل حاجة خفيفة وارجع احسن من الاول؟ الاختيار في ايدك، وانا متأكد انك هتختار الاحسن لنفسك. عيش يومك، خلي الجوع مجرد لحظة بسيطة، مش حاجة تسرق منك راحتك ولا فرحتك بالحياة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وياريت تشارك الفيديو مع حد بيحس بالعصبية لما بيجوع، يمكن يلاقي الحل معانا هنا. ولو عندك سؤال او تعليق او حتى فكرة لموضوع جديد، اكتبه تحت وانا هرد عليك في التعليقات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.